السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. ورجعنا لكم النهاردة فيديو سهل وبسيط جدا، وهو إزاي تعملوا المسخن الفلسطيني بطرق سهلة وبسيطة جدا مع الشيف إبراهيم حسن. طبعا عايزين تعرفوا إزاي عملنا المسخن الفلسطيني بطريقة سهلة وبمكونات موجودة في البيت. يا ريت تابعونا في الفيديو بتاعنا، ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا بينا نعمل معاكم الوصفة النهاردة. يلا نشوفوا مع بعض المسخن الفلسطيني بطريقة فلسطينية بطريقة مصرية مع الشيف إبراهيم حسن. يلا بينا على الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ معاكم الوصفة بتاعتنا النهاردة. زي ما انتم شايفين احنا مقطعين بصل، ومقطعين بصل أخضر، وبشرين جزر، ومقطعين طماطم كاريه أو طماطم شرايح جوليان زي ما انتم شايفين قدامكم. وعندنا الفرخه بتاعتنا هي زي ما انتم شايفين اهي الفرخه كمان. طبعا بعد ما غسلنا الفرخه ونضفناها، بنصح اي ست بيت بعد ما تغسل الفراخ وتنضفها وتعمل لها محلول النقع اللي احنا بنعمله او اللي احنا قلنا لكم عليه قبل كده، تمسك الفرخه لو مش هتشتغل فيها على طول، تحطها في مصفى زي كده، عشان لو نزلت ميه الميه بتاعتها بتكون زفره. فاحنا بالتالي بنحطها في مصفى زي كده عبل ما بنجهز المكونات بتاعتنا بتاعت الوصفه بتاعتنا النهارده، واللي هي المسخن الفلسطيني او المسخن الاردني، بس على ما اعتقد هو المسخن فلسطيني. ودي الطريقه اللي هم بيعملوه بيها، بس انا حبيت ازود فيها شويه حاجات غير اللي هم بيعملوه، وان شاء الله تعجبكم. كده زي ما قلت لكم قطعنا بصل جوليان، وقطعنا بصل اخضر، وحطينا جزر، وحطينا فلفل، وحطينا طماطم. نيجي بقى للبهارات بتاعتنا والتوابل بتاعتنا. هنحط سنه قرفه زي كده، حطينا جنزبيل زي ما انتم شايفين، وهنحط شويه سماق اهو. السماق طبعا المصري غير السماق الفلسطيني خالص. وعندنا فلفل اسود اهو. بقى كده حطينا جنزبيل، وحطينا فلفل اسود، وحطينا سماق، وحطينا قرفه. كده فاضل شويه بهارات مشكله اهما. كل وصفه ليها بهاراتها. ونحط شويه حبهان اهو. كده حطينا الحبهان. فاضل ايه تاني؟ كده حطينا البابريكا، وحطينا الملح، وحطينا الفلفل الاسود، وحطينا الجنزبيل. كده نجيب شويه زيت الزيتون اهو، ومنكترش في زيت الزيتون لان الفرخه بتاعتنا دسمه اهو. كده حطينا زيت الزيتون. فاضل حاجه كمان، هنجيب ليمونتين وبكده زي ما انتم شايفين قلبنا الخلطه الجميله بالشكل الجميل او اللي انتم شايفينه قدامكم ده اهو. وبنعصر الليمون بتاعنا اهو. كده عصرنا الليمون، نشيل بس البذر اللي وقعت دي اهو. كده خلي بالكم واحنا ما حطيناش الملح، كده فضل لنا الملح. وبكده الوصفه بتاعتنا على وشك الانتهاء. خلاص كده خلصنا. حطينا التوابل، حطينا الملح، ما حطيناش الملح، حطينا الفلفل الاسود، حطينا الجنزبيل، حطينا السماق، حطينا الفلفل الاسود. كده فاضل لنا الملح. نحط الملح بتاعنا الجميل اهو. 1 2 وسن. خلي بالكم احنا ما حطيناش حاجه في الفرخ خالص. وبكده هنقلب الخلطه بتاعتنا الجميله دي اهو. ونجيب بقى الفراخ نرصها الرصه، هنقلبها برضو مع التوابل مع البصل مع الحاجه اللي احنا حطيناها اهي. وهندخل الفرخه دي الفرن لمده ساعه بالظبط. وبعد ما تطلع في خطوه تانية هنعملها، واحنا هنعملها معاكم، بس احنا هنغطي دي الفرن من غير ميه ومن غير اي حاجه. كده احنا بنعمل ايه؟ بنحاول نخلي الفراخ تتشرب مع التوابل اللي احنا حاطينها اهو. هنخلي الفراخ الجلد بتاعها من تحت اهو اهو. نجيب ورق فويل، نحط ورقه زبده الاول
زي ما انتم شايفين من غير ميه من غير اي حاجه لمده ساعه في الفرن. وبعد كده الخطوه الثانيه اما الصينيه بتاعتنا تطلع من الفرن نرجع معاكم ونقول لكم احنا عملنا ايه. كده بعد الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين المنظر الجميل ده بعد الفراخ بتاعتنا ما طلعت من الفرن. طبعا احنا هنا بنحتاج عيش شراك او عيش تورتيلا زي ما انتم شايفينه كده، بنحمصه وبنقطعه وبنحطه تحت منها او بنحطه سليم. فاحنا طبعا عندنا عيش فلاحي فقلنا نستخدم العيش الفلاحي مكان عيش التورتيلا وان شاء الله يظبط معانا. انما بالنسبه للوصفه او الاساس بتاعها بيبقى عيش تورتيلا او عيش شراك من بتاع الشاورما اللي هي السوري. طبعا هنبدا دلوقتي نطلع الفراخ بتاعتنا. احنا طبعا كنا حاطينها على الوش، حاطين الجلد من تحت واللحم من فوق. طبعا احنا هنطلع الفراخ بتاعتنا زي كده اهو. كده طلعنا الفراخ بتاعتنا وقت البصل بتاعنا عمل الصوص بتاعنا الجميل الرايق ده. هنبدا نحط البصل بتاعنا على العيش بتاعنا اهو، وهندخلها الفرن تاني لمدة 10 دقايق يا دوب تاخد اللون بتاعنا او الجريتان بتاعنا الجميل اهو. كده البصل بتاعنا نحط فوق العيش بتاعنا الجميل. زي ما قلنا لكم العيش ده يا عيش شراك يا عيش تورتيلا. عيش التورتيلا ده بيتباع عادي خالص، وعيش الشراك برضه نفس القصة بينباع عادي خالص. هناخد بقى الفراخ بتاعتنا نبدأ نرصها زي كده عشان تاخد اللون بتاعنا الرايق اهو اهو زي ما انتم شايفين كده. وهندخلها الفرن لمدة 10 دقايق تاخد معانا اللون الجميل تحفة، ونطلع بالهنا والشفا اهو. طبعا ما نسيبش حاجة خالص. هندخلها الفرن ان شاء الله، واما تطلع نوريك الشكل النهائي بتاعنا عامل ازاي. زي ما انتم شايفين قدامكم كده الفراخ حاجه بسم الله ما شاء الله. كده هنطلعها من الفرن اهي يا دوبك 5 دقايق كده على الشوايه بتاخد اللون بتاعنا الجميل. كده هنطلعها من الفرن ونوريكم الشكل النهائي بتاعها قدامكم تحت الاضاءه. وبكده هو ده الشكل اللي احنا محتاجينه. حاجه بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا قرمشت اهيت. طبعا مش عايز اقول لكم الطعم عامل ازاي ولا الشكل حقيقه عامل ازاي. طبعا في نهايه الفيديو يا جماعه بنقول لكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف ابراهيم حسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في لقاء اخر ان شاء الله.